هذا الفيديو خاص لكل امرأة، سواء كنتي موظفة، كنتي صاحبة مشروع، كنتي ربة بيت أو كنتي طالبة. كنا كنحلموا بحياة هادئة وحياة زوينة ومستقرة، ولكن أحيانا كنعتقدوا أننا باش حياتنا تكون زوينة خصنا الفلوس. بزاف ديال الناس كيعتقدوا أن الفلوس هما اللي كيخليو الإنسان مرتاح وكيعيش واحد الحياة زوينة، بينما الحقيقة أن حياتنا كتغير بسبب مهارات اللي كنكتسبوها. ويمكن انت دابا اللي راكي تشوفي فيا ممكن راكي عايشه واحد الوضع ما عاجبكش، ممكن راكي في واحد المكان ما مرتاحاش فيه، ممكن انك كتحسي براسك غير مستقره وما مرتاحاش نفسيا. داكشي علاش في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معاك 10 ديال المهارات اختي ثقي بيا الا طبقتيهم في حياتك غادي تقاد امورك. وكنهضر معاك بكل يقين وعن تجربه، ماشي كنقول لك غير هكا يعني بانت لي وجيت ندير لك هذا الفيديو، لا، هادشي كنهضروا معاك عن طريق التجارب ديالي في الحياه، لان الحياه ديالنا ما كتغيرش هكا. الحياه ديالنا راه مع الوقت كنكتسبوا بزاف ديال الحوايج، ودوك الحوايج اللي كنكتسبوهم ياكي وكتسبتهم حتى انا جيت نلخصهم لك في 10 ديال المهارات. فكملي الفيديو حتى النهايه. فاهلا وسهلا حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في موضوع جديد. ولا كنتي اول مره كتشوفي قناتي اختي فمرحبا بك والف مرحبا بك في قناه الراحه النفسيه والتنظيم الذاتي، وما تنساش ديري اشتراك وتفعلي الجرس باش هكا توصلي فيديوهات جديده. وإلا عجبكم البنات الفيديو ما تبخلوش على خصكم بجيم وشي تعليق زوين. نصليو على اعظم رجل في التاريخ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونكملوا الفيديو. فاول مهاره خصك تعلمي لها وتدربي راسك عليها هي الوقت، اداره الوقت. سمعيها وكتبيها، شي هاد المهاره كتبي شي هادشي اللي غادي نقولوا لك دابا كتبيه في الورقه باش تطبقيه. لقاش الا شتي الفيديو ومشيتي لفيديو اخر صافي ما غادي ديري حتى شي حاجه، وفي التالي تقولي لا هذه غير هضره. هذه ماشي هضره، هذه راها تجارب، هذه راها دراسات، هذه راها ماشي يعني غير كلام خصك دوزيه عادي وكذا. لا، طبقي هادشي بحيث تطبقيه وعاد تقولي واش صالحين لي ولا ما بدلونيش ولا بدلوك، ولكن خص تكون عندك الاراده، لان الا ما كانش عندك الاراده راه ما غادي تقدري ديري حتى شي حاجه في حياتك. الاراده هي كلشي. كيف قلت لك اول حاجه هي اداره الوقت. الا ما كنتيش اختي تعطي قيمه للوقت ديالك فما غادي ديري والو في حياتك. وخصك تعرفي واحد الحاجه، ان الوقت هو راس مالنا. تعرفي شنو هي راس مالنا؟ هو الوقت. فاذا كنتي نتيا من اللي يصبح الحال وجزء الكبير من وقتك كتضيعيه غير في التليفون، طلع هبط وكيدوز النهار ديالك وما كديري والو فيه وكتقولي الوقت مشى يجري، عكس انك تلقاي وحده وقتها كاع عندنا 24 ساعه في النهار. يعني انت عندك 24 ساعه، انا عندي 24 ساعه، وهذيك اللي كتشوفيها ناجحه في حياتها عندها 24 ساعه. ولكن ديك 24 ساعه كاين اللي كتضيعها في الصح وكتبدا بالاولويات وكتخلي داكشي ديال الترفيه وكذا هو الاخر، وكاين اللي كتضيعو غير في التخربيق. وملي كيدوز نهارها كتلقى راسها ما دارت حتى شي حاجه، وكيزيد داكشي كيرهقها نفسيا وكتبقى تجلد راسها وصافي حتى كتولي واحد الانسانه كسوله وما كتقدر دير حتى شي حاجه. فملي كنقول لك عاوتاني اداره الوقت ماشي ضروري تعمري النهار ديالك كامل بالمهام، لا، حاولي تبداي بالمهام الضروريه والمهمه ديال داك النهار. فهمتي اختي؟ من بعد ملي كتسالي دوك المهام راهي ما تفرجي في التليفون وراهي ما تتبعي لي حتى التفاهه، واخا ديك التفاهه غادي تزيد غير تكلخك. المهم تكوني بديتي بالاساس صافي، ما تبعاتك شي حاجه اخرى، ماشي باش منين يدوز النهار ديالك تكوني درتي الاولويات ديالك. المهاره الثانيه هي الصبر. اي حاجه بغيتي تحققيها في حياتك اختي الصبر، خصك تكوني تقني الصبر. وللاسف بزاف بينا الصبر ما كاينش. يعني في الساعه كتلقاي وحده باغيه دير ريجيم، يلاه كتبدا يومين دير الرياضه ودير النظام غذائي صحي، صافي ما كتبانش النتيجه، صافي وكتسمح في كل شيء. كتلقاي وحده باغيه مثلا تحقق واحد الهدف، يلاه كتبدا واحد 3 ايام 4 ايام صافي وكتسمح وكيجيها الملل وكتقول بناقص. يعني الاغلبيه كيبغيوها في الساعه. وهذا الصبر، شتي الصبر هو مفتاح الفرج. شحال ما صبرتي على راسك وشحال ما صبرتي على الاهداف ديالك غادي تكون النتيجه. واخا داك الصبر بعد مرات كنكونوا غاديين في واحد الطريق. فاي حاجه كتحتاج وقت عاد كتعطي الثمار ديالها. المهاره الثالثه التفكير الايجابي. فالتفكير الايجابي ماشي معناتها اننا نتجاهلوا كل شيء، لا اختي،
ولكن ملي كيوقع لك شي موقف ولا كطيحي كتقولي شنو تعلمت، بلاصه ما انك صافي كيبان لك الدنيا كحله وكتبقاي في بلاصتك كتقولي لا هادشي اللي وقع لي خصني ندي منه الدرس. فهمتي؟ هذا هو التفكير الايجابي، وكتولي كتوقفي من جديد، ما كتقوليش هذه هي النهايه، ولكن هادشي اللي وقع لي راني غادي ناخذ منه درس، وكتعلمي وكتزيدي خطوه للقدام. طريقه التفكير ديالك هي اللي كتحدد الطريقه ديال العيش ديالك. شحال ما كنتي كتفكري بايجابيه شحال ما حياتك غادي تكون مزيان. فإلا اي حاجه بغيتي ديريها مثلا وكتبان لك مستحيله فغادي حياتك كلها تبان لك صعيبه. اما الا بقيتي دائما يبانوا لك فرص ودائما فوق ما كطيحي كتبان لك شنو ديري وشنو، غادي ديما يتفتحوا لك بيبان الخير. كيف كيقول واحد المثل، اللي عنده باب وحده الله يسدها عليه. ديما خلي البيبان، راه الا تبلعت باب وحده راه كاين 100 باب. يعني ما تبقايش اختي تخنقي راسك علاش حيتاش وقعت لك شي حاجه في حياتك، حيتاش طحتي، حيتاش عادي جدا. الواحد هو اللي يكون تفكيره ايجابي ويعرف كيفاش يستافد ويزيد لقدام. المهارة الرابعة المرونة والتكيف مع التغيير. ممكن انت دابا راكي في هاد البلاصه غدا تلقاي راسك في بلاصه اخرى، خصك تعلمي تتاقلمي مع الاوضاع ديال الحياه وتقلبات الحياه. ممكن انت دابا خدامه واحد الخدمه ومتعوده عليها 10 سنين 15 سنه، يجي واحد الوقت هذيك الخدمه ما يكتبها لكش الله وما تكمليش فيها، وشنو غادي ديري؟ غادي تدخلي في حاله اكتئاب، غادي يجيك ستريس. لا، خصك تعرفي كيفاش تاقلمي مع وضع اخر، لان هذه حياه. وكيف كنقول لكم دائما دوام الحال من المحال، يعني ما حد راحنا كنزيدوا في هذه الحياه وما عرفناش كتكون مفاجات. دائما كيكونوا مفاجات، كيكونوا تقلبات، كيكون تغييرات في الحياه ديالنا. يعني خص تكون عندك المرونه في التغيير. المهاره الخامسه هي الادخار. شوفي اختي، خص تكون عندك هذه العقليه ديال الادخار. ماشي كنقول لك كوني مزيره هاك، لا، ما تلقيهاش كاع حتى كتبقاي كما يقولوا مدلوله ونهار وانت كتدبري شكون اللي يسلف لك وشكون يعطيك باش تكملي الشهر ديالك وزيد ولا ديري الكريديات، وما تكونيش عاوتاني مزيره حتى تحرمي راسك بزاف ديال الحوايج. الاعتدال، وماشي ضروري يكون عندك الفلوس بزاف، انت تكوني واحد الانسان عندها الفلوس بزاف عاد تقولي خصني نوفر. لا، شوفي، ولو انك ديري غير واحد لاكيس، شتي لاكيس غير صغير في دارك، غير مره لقيتي درهم رميها فيه، شاطت لك 40 رميها فيه، وهكذا. ملي يدور العام كتلقاي راسك وفرتي شحال من حاجه، تقدري داك المبلغ يقضي لك شحال من حاجه. اولا كتحتاجي 4 المرات كتدبري على 20 درهم، هذيك درهم تقدري تقلبي على 20 درهم تمشي لاكيس تلقايها، حسب ما تمشي تسلفيها. واش فهمتي اختي؟ يعني هاد العقليه ديال الادخار خصها تكون عندك. هاي دابا مثلا الصيف كاين بعض الاخوات اللي راهم قبل ما يجي هاد الصيف، لان الاغلبيه حنا كاسر كنديروا ديك التصافيره الزوينه من العام للعام، كتلقاي بعض الاخوات قبل ما يجي الصيف راهم ضربوا الحساب ديالهم. وكاين بعض الاخوات كيعيشوا يقول لك صافي حتى الغدا كيما يقولوا يعيشوا اللحظه، ويقول لك حتى الغدا ويفتح. شوفي، عيشي اللحظه ديالك واستمتعي بحياتك، ولكن في نفس الوقت عارفه كيفاش تسيري الامور ديالك. راه دوله قداش ومن قداش، الشركه قداش ومن قداش، والله ما تعرف تسير واخا تكون ناجحه. شوفي تلقاي شركه كتدخل كل نهار خناشي ديال الفلوس، وكان ما يعرفوش كيفاش يدخروا وكيفاش يجريو امورهم وكيفاش اقسم بالله اختي حتى دير ديك الشركه فايت. شي الشركات الكبار، شي تخيلي شي حتى مواد النظافه كيعرفوا كيفاش يسيروهم. صاحب لك غير كتجي فام ضميره جوج تقطر ولا كيعطيو لها بالقدر وبالكونتيتي، تلقاي الكونطابيلتي كلشي يدير له الحساب. والمقتصد تلقاي الشركه فيها المقتصد، تلقاي فيها المحاسب، وتلقاي فيها علاش؟ لان الا ما سيروش الشركه مزيان راه غادي دير فايت. فهمتي؟ راه واخا يكون عندك الخناشي وما كنتيش كتعرفي كيفاش تسيري فلوسك، والله اختي حتى تبقاي اون با. شحال اللي كاين اختي، فماشي ضروري يكون عندك الفلوس بزاف باش انت توفري، ضروري واخا ديري غير لاكيس مره ملي يكون عندك داك الصريف رميه فيه ونساي داك لاكيس، ما يجي يدور واحد الوقت تلقاي فيه واحد البركه. المهاره السادسه هي حب التعلم. ماشي انت مثلا تقولي صافي انا وصلت 50 سنه، اللي انت راكي تشوفي 50 سنه ولا وصلت 60 سنه، ولا انا صافي تزوجت وعندي وليداتي صافي ما عندي ما ندير بشي تعلم وما كتبقاي عايشه في ديك منطقه الراحه وما تطوريش من راسك وما تغيريش راسك. لا، تعلمي. كانت في خاطرك انك تمشي تقراي، روحي قراي. في خاطرك تعلمي شي صنعه، كانت في خاطرك هذه شحال وما كتبتش الظروف، روحي بداي تسجلي في شي مركز. دابا الحمد لله كلشي متوفر، اي حاجه بغيتيها متوفره، روحي بداي من الزيرو وتعلمي. بغيتي تعلمي مثلا كيك ديزاينر، شفت بزاف د الاخوات تبارك الله راهم كيتعلموا له كيديروا لها الطارت نتاع لانيفرسير كي دايره ودايرينها مصدر دخل. التعلمي، يكون عندك حب التعلم، قراي، دخلي اليوتيوب، استافدي. يعني ما تقوليش صافي فات الوقت، ما عمر شتي التعلم. واخا تكوني تمشي على العكاز هاكا تعلمي. ما حد راكي في هذه الحياه خصك تكون عندك هذه المهاره ديال التعلم والاكتشاف، وتبحتي حتى انت وما تكونيش ديك الانسانه غير راسها خاوي.
الحمد لله دابا كلشي متوفر، المعلومه متوفره. اللي بغات تقرا شي حاجه كاين المراكز، اللي بغات الجامعه حتى هي دابا ما بقاش هذه شحال الجامعه شويه فيها شروط كذا، دابا اللي بغات تقرا تمشي تقرا، خص يكون عندها غير الباك. ايوا هادشي اللي كاين اختي. فضروري حب التعلم والتعلم، هذه مهاره مهمه. اي حاجه تبغي ديريها تعلمي لها، ما تدخليلهاش غير هكاك. حنا راه واخا كنخدموا بعض المرات حنا خدامين ومع ذلك كنزيدوا كنطوروا من راسنا وكنقولوا راه ما تعلمنا حتى شي حاجه. وخصك تعرفي واحد الحاجه، شتي العقل الانسان بحال واحد العضله، شتي كل ما خدمتيه كل ما زاد قوى، وكل ما بقيتي منعسات وما كتعلمي ما كتقراي ما كتطوري من راسك ما والو، كل ما خلاك مكلخه. انا واحد الوقت البنات الصراحه ما كنتش كاع نقرا، ما كنتش كنقرا، بحال اللي صافي ملي كملت من القرايه صافي سمحت في كلشي. قسما بالله ابسط المعلومات كانوا مشاو لي من راسي، تكلخت دابا حاليا عاد بديت نقرا. ما نكذبش عليكم، كنقرا كنبحث، كنبغي شي حاجه نتعلم لها، ما كنقولش داز الوقت كنوض كنتعلم لها وهكذا، لان التعلم راه شي حاجه زوينه. المهاره السابعه هي الرياضه. تعلمي ديري الرياضه، ما ديريليش السبه لا صال لا الوقت لا، ولو انك يوميا غير نص ساعه، شي نص ساعه تمشي فيها، نص ساعه ديري حركات غير في البيت، لان الرياضه مهمه للجسم ديالك. كتعطيك واحد كتنشط، اولا كتنشط لك الدوره الدمويه، كتقلع عليك العكس، ما كتبقايش واحد الانسانه خموله ومعكازه ياكي. كذلك كتعطيك الطاقه، شي رياضه كتعطيك الطاقه وكتخلي الافكار ديالك بعد يعني مثلا كتكوني مثلا الافكار ديالك مشتته، جربي هاد القضيه، غير خرجي تمشي وتشوفي الى الامور ديالك الافكار ديالك ما ولاتش يعني ترتب. يعني بعض المرات انا راني مجربتها. مهم الرياضه اختي راها مهمه. هاد المهاره خص تكون عندك عاده يوميا خصك تكتسبيها. المهاره الثامنه العلاقات الصحيه. غادي تجلسي شي نهار وغادي تجيبي واحد الغربال وتغربليه. اي علاقه في حياتك كتشوفيها مضره لنفسيتك لحياتك لكل شيء، كتلقاي راسك في ديك العلاقه ما زايداش بك القدام، غربليها عليك اختي، ما عندك ما ديري بها. شتي تكون عندك صديقه وحده، وديك الصديقه كتحسي انها كتزيد بك القدام وكتحسي انها كتبغي لك الخير، احسن بكثير ما يكونوا عندك علاقات كثار بلا حتى شي فائده. راه العلاقات عندهم واحد الدور كبير في حياتنا، فهاد الشيء علاش خصكي تعرفي مع من كتمشي وتعرفي مع من كتهضري. ما تهضريليش مع وحده الافكار ديالها مسمومه، ما تعاشريليش مع وحده تبغي تطيح منك وتبغي ديما تبينك نتيا لتحت وهي احسن منك. اتونسيون عارفي مع من كتهضري وعارفي مع من كتمشاي. المهاره التاسعه هي العنايه بالنفس. ملي كنقول لك العنايه بالنفس يعني في الداخل ديالك والخارج ديالك. نعسي مزيان، كولي مزيان، تهلاي في البشره ديالك، خرجي تحوسي، ما تنساش ترفيه عن النفس. مره ديري شي خريجه ولو انها تكون غير بسيطه، ماشي ضروري تكون بعيده، ولا سيري على حسب الامكانيات. ديما كنقول لك سيري على حسب الامكانيات ديالك، وما تقوليليش لا انا الا خرجت غير هنا لا، شتي تكوني قنطانه وتمشي تخرجي غير واحد الجريده غير قدام الدار، راكي كتبدلي الجو وكترتاحي نفسيا. ما تجيش تقولي لي لا. فحاولي ترتاحي وتهلاي في راسك، وشحال ما تهلايتي في راسك شحال ما افكارك كانوا زوينين، وشحال ما كنتي ايجابيه، وشحال ما جددتي الطاقه ديالك. الطاقه ما كتجيش غير هكا، خصك تجديها مره، خصك ديري شي حاجه اللي تجدي بها الطاقه ديالك. ما تكونيش غير في نفس البلاصه ونفس المكان ونفس الاشخاص، لا، مره خرجي، بعدي شي شويه، خرجي ديري رياضه، ديري اي حاجه. المهم ضروري تهلاي لي في راسك وتاكلي لي مزيان وتنعسي لي مزيان. واخر مهاره اللي هي العاشره، المهاره اللي هي الامتنان. فما يمكنش اختي انت كدوزي نهارك وكيدوز بخير وعلى خير، ما فيه لا مشاكل، ما فيه لا صداع، وكيكون فيه بزاف ديال النعم اللي كيعطيك الله وما كتشكريش الله، كتنعسي قبل ما تشكري الله. ان شكرتموني لازيدنكم. شحال ما شكرتي الله شحال ما حياتك غادي تستقر وشحال ما غادي تزيدي لقدام. فاختي ما تنسايش انك تشكري الله على النعم. شوف يوميا حاولي تذكري 5 ديال النعم 3 وقولي يا ربي الحمد لله داز النهار بخير، شكري الله الحمد لله. راه كاين الناس اللي كيقولوا يعني كيكون النهار ديالهم يلاه صابحين يوقع لهم شي مشكل طق هو النهار ديالهم داز، ماشي هو هذاك. انت داز النهار ديالك مزيان حمدي الله، كليتي مزيان وشربتي وتغديتي وتعشيتي وفطرتي حمدي الله، نعستي مستوره حمدي الله. يعني حمدي الله على اي حاجه، لان شحال ما هذه واحد النعمه اللي يعني هذه المهاره هذه انا كنت قلت لكم واحد الوقيته ما كنتش كنعطيها قيمه، يعني كنت كنسى انني نشكر الله على النعم اللي كيعطيني. وهذه قاعده خايبه، خصك تشكري يوميا شكري الله على النعم اللي عندك، على وليداتك، على اي حاجه. فهذا هو فيديو ديال اليوم اختي. حاولي هاد المهارات اللي عطيتك تخدمي عليهم وحده بوحده،
وكتبيهم في ورقه. ماشي ضروري ان شوفوا التغيير راه ما كيجيش فجاه، التغيير كيجي طاب ايطاب، درجه بدرجه. راه التغيير عمره ما كيجي خطره واحده. كل نهار حاولي تدربي راسك على مهاره، كل نهار كل نهار، وان شاء الله يكون الخير. هذا هو فيديو ديال اليوم، الى فيديو اخر، مع السلامه.